صاحبة البيت، والبركة في مرجلة أبوكي، مع إنه والست والدتك المحترمة طبعا. متشكرة يا عمي صادق. حساب التموين كام لو سمحت؟ عيب الكلام ده. لا، لازم تاخد حق. الله، وانت زعلت ليه يا أحلى الأسامي؟ معلش يا عمي صادق، اعذرها، أصل كلنا تعبانين. هو الحساب كام لو سمحت؟ أنا عارف سبب التعب، وبيستهيأ لي إن أقدر أحل المشكلة من أساسها. مشكلة ايه؟ انت تعرف عننا حاجة؟ واحدة واحدة يا أحلى الأسامي. المشكلة في نظريتي إن الأستاذ فاضل ما بيشتغلش، وده موتره وموتر البيت كله. هو حد قالك حاجة عننا؟ لا، أنا حسيتها من نفسي من يوم ما قال لي إنه عنده استعداد إنه يشغل أرضي ويطلع منها ذهب. من يوميها وأنا عمال أقلبها في مخي لغاية النهاردة الصبح وأنا واقف عند البقال. قلت فيها إيه يا واد يا صادق لو خليت أبو رحمة هو اللي يشغل لك أرضك؟ إن ما عرفش أهي الأرض قربت تبور من نفسها، وإن عرف أهو خير هيعوم مع الكل. لا هيعرف، صدقني، ده بابا كان بيشرف على زراعة 100 فدان واكتر. إيه يعني أنت مبسوطة من الرأي ده؟ جدا. ربنا يخليك يا عم صادق، انت انسان كويس، انت انسان ما حصلش. انا مش عارفه انت ازاي قدرت توصل لنفسيه بابا كده. خلاص، ما دام الرأي ده عجبك ادخل اقول له عشان يجي باشا الارض من بكره. طب تعالى تعالى وانا هاجي معاك. اقول له انا ولا تقولي له انت؟ لا قول له انت. انا بقول يعني أنا سمعتك وموافق على كلامك كله، ومستعد أروح الأرض معاك من دلوقتي. يعني مبسوط يا بابا؟ ده جميل مش هنساهولك العمر كله أبدا يا سي صادق. ادخل يلا افتح. ما جاتش لا ايه دي، احنا انشغلنا عليك قوي. اجي فين؟ خد اشرب الشاي. تشكر. تيجي صلاة جناب العمدة. اني مش هروح لجناب العمده ده خالص. انت اتخبلت في عقلك يا سي مشاوير. اول هام لاني ما اتخبلتش ولا حاجه، وان كان جناب العمده عرف يخبل اخوه ويوديه السرايا الصفري فمش هيقدر عليا انا. الله 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 الله، انت مكبر العبارة كده. لا، هو ايه اللي حصل عشان تفكر لان العمدة عاوز يجنينا؟ تاني هام لان العمده ده راجل بخيل وبيموت في القرش. ايه وانت ما عرفتش الحكاية دي الا النهارده؟ لا، عرفتها اول امبارح بعد العركي. العمده ده ما يحبش غير نفسه بس. احنا بنشتغل عنده ليه يا فتح؟ مش علشان ننعنش روحنا شويه؟ طب اوضته قدامك اهي، فيها ايه من اللي في سراد جناب العمده؟ فيها ايه من اوضه اي واحد فلاح بيزرع ويقلع؟ ولا حتى من اوضه اي واحد بشتمرجي حتى؟ باش تمرج ايه وتكاليف ايه يا جدع؟ يلا بينا عشان العمدة يستعواقك. لا، بعد ما رماني قدام المستشفى الميري من غير ما احطه ولو في ايدي حتى 50 صاغ، انا مش رايح له. أنا هشتغل في المستشفى مع الدكتور نادر. ما تضحكش يا علي. الدكتور نادر لما عرف الحكاية قال لي تعالى لي وانا شغلك معايا، وهيعلمني الشغل لما اخف. الله. يلا يا علي، روح لجناب العمدي وقول لي اللي سمعته. باين الدكتور دي علمك الزن على خراب عيشك. طبعا انا يحصل لي الشرف، بس في الحقيقه طلبك ده جه مفاجاه ليا. عشان كده انا فضلت اجي لك هنا الاول مش في البيت، عشان اعرف رايك، واذا وافقت انا مستعد اجي البيت. ومعاك والدك ووالدتك. انا بصراحه وحيد، ماليش غير خالي وده عايش في مصر. تحب ابعت له؟ يشرف، اهلا وسهلا.
بس شوف يا دكتور، انا من يمتي كأب يعني موافق 1000%، حتى من قبل ما اسأل عليك. بس زي ما انت عارف بقى زمن اليومين دول عاوز رأي البنت برضه. وانا يهمني رايها، عشان كده انا جيت لك هنا الاول مع اني عارف عنوان البيت. اصيل وابن اصل يا دكتور. انت عارف ارضك دي حدودها قريبه من مين؟ من ارضي. ارضي اللي ما عادتش في ايدي. مش فاهم. ما تاخدش بالك. المهم وديني دلوقتي الزريبه والمخزن علشان اشوف اللي عندك واقول لك ايه اللي ناقص علشان نبتدي الشغل. يلا بينا. يعني ايه يا صاني ويشتغل عند دكتور؟ هو الواد مشاوير عاوز يحط راسه براس اخواتي؟ اتجنن الواد ده ولا ايه؟ طب انا هسيبه كده ويبقى الدكتور ده بقى ينفعه.